العلاقة بين الجزائر وفلسطين لا تعود إلى زمن النكبة، بل تضرب بجذورها في أغوار التاريخ. لا أحد من الجزائريين لا يعرف سيدي بومدين شعيب، فهو من أوائل القادة الكبار الذين نسجوا بالدم منذ معركة حطين هذه العلاقة. لم أستطع أن أغادر الجزائر من دون أن أزور مقام سيدي بومدين شعيب المسمى بذي القبرين، فقصدنا مدينة تلمسان البعيدة عن العاصمة والحدودية مع المغرب وفاء لهذا الرجل، فهو من قاد جيش المغاربة وقطع المسافات الشاسعة لتحرير بيت المقدس. فهذا الرجل الذي كان يملك حسا علميا وثقافيا وعقديا هو الذي حمله من أقصى الدنيا، من مرسيا ثم من بجاية إلى بلاد المقدس حتى فقد يده. جاء في بعض الكتب وفي بعض الروايات أن ذراعه الأيمن على ما أظن قطع، نعم، في أثناء معركة حطين، ودفن، يعني ذراعه دفن في المقدس. هنا نرى يعني الجسر الواقع ما بين زاوية سيدي بومدين بتلمسان وزاوية سيدي بومدين بفلسطين، كأن يعني سيدي بومدين يرسل رسالة من وراء ضريحه فيقول أن فلسطين منا ونحن من فلسطين. بيت المقدس وفلسطين عامة بالنسبة إلينا تشكل مخيال كبير جدا في تكوين الروحي وتكوين العقدي. صلاح الدين الأيوبي كان يحب كثيرا رجال التصوف، وكان له هذه العقيدة في رجال التصوف، ولهذا كان الجيش المغاربي الذي ذهب بقيادة سيدي بومدين كان عنده جانب مادي، ولكن كان عنده الجانب الباطني، حيث ذهب معه رجال يعني كانوا يحفظون القرآن وعلمهم أذكار وأوراد إلى غير ذلك. أضحى اسمه أيقونة يتغنى بها الجزائريون، وتكريما له ولتضحيات رفاقه أوقف صلاح الدين الأيوبي حارة المغاربة لهم ولجميع أبناء المغرب العربي. أصبحنا لنا مسؤولية مباشرة على المسجد الأقصى يوم أن وطنا في حارة المغاربة التي فيها باب المغاربة الذي يعني يعتبر من أهم الأبواب ومن أهم مداخل المسجد الأقصى. ولما سئل صلاح الدين في حينها لماذا أوصيت بالجناح الغربي لأبناء المغرب العربي، قال: رأيت فيهم بسالة في الأرض وشراسة في البحر، فهم أأمن من أأتمنه عليه على البوابة الغربية التي ربما يظن العدو أنه سهل اختراقها للعودة إلى بيت المقدس. وأكثر من ذلك أنه إلى اليوم الوقف يسمى وقف سيدي بومدين شعيب الغوث إلى هذه اللحظة. وقف المغاربة، وقف المغاربة أو وقف سيدي بومدين هو وقف الجزائريين. رئيس بومدين أخذ جزء من اسمه، هو اسمه الحقيقي بخروبة محمد، وسمى اسمه هواري بومدين على اسمين علمين صوفيين مجاهدين، هما سيدي الهواري دفين وهران، وسيدي أبو مدين شعيب دفين تلمسان. في القرن التاسع عشر هاجر الكثير من الجزائريين وسكنوا أرض فلسطين، وعلى رأسهم القائد المهدي السكلاوي وأحمد بن سالم الدبوسي والأمير عبد القادر. كان لأبناء هؤلاء دور كبير في الوقوف في وجه العصابات الإسرائيلية والدفاع عن فلسطين حتى قبل عام 48. أنت لو تبحث الآن القرى في الجليل، قرى في غزة، محيط بيت المقدس، في كل شجرة زيتون ستجد جزائري قد سقاها بدمه قبل أن يسقيها بالماء. أنهم كانوا بالآلاف وكانوا يملكون الأراضي الزراعية المتميزة، ويملكون القرى بأكملها. أنا لا أذكر أسماءها وبقيوا في فلسطين إلى اليوم. يعني هل الذين يحملون الجنسية الفلسطينية كثير منهم جزائريون؟ من أصول جزائرية. سقطت فلسطين وكانت الجزائر لا تزال تحت الاستعمار الفرنسي، لكن وبالرغم من ذلك أرسل العتاد والسلاح والمقاتلون لمؤازرة الفلسطينيين. الجزائريين في 48 انتقلوا من الجزائر
إلى فلسطين وقاوموا الصهيونية، وفيهم من استشهد وفيهم من، أنا نعرف واحد شخصيا عنده 6-7 سنين من اللي توفى، وحكى لي كيفاش مشاو وكيفاش عن طريق البر إلى آخره. تكتل الجزائريون هنا في إيجاد ما يسمى بأول لجنة علنية لمناصرة فلسطين، وهي الهيئة العليا لمناصرة فلسطين، والتي تشكلت في جوان 1948. في 1948 عندما كانت الحرب بين العرب واليهود، جندت لجنة الإغاثة الفلسطينية لجمعية العلماء جنود يعني مجاهدين متطوعين ذهبوا إلى القتال مع إخوانهم. الثابت الآن بالصوت والصورة أن هناك آلاف من الجزائريين والمغاربة والتونسيين والطرابلسيين من شاركوا بقيادة واحدة تحت قيادة مكتب المغرب العربي الذي تأسس في 47. وأنا شخصيا أملك الصور والمراسلات وحتى أرقام الأموال وأسماء الشخصيات التي شاركت. وبعد استقلال الجزائر عام 1962 بدأ الدعم الرسمي لفلسطين. كانت الجزائر من أوائل الدول التي دربت المقاتلين الفلسطينيين وشجعت على إطلاق الثورة. أرسل الرئيس هواري بومدين قاعدة بات يرددها كل جزائري: الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. قبل بومدين هو محمد خيضر. بعدما دخلنا في 62 وأعلنا الدولة الجزائرية المستقلة أو الجمهورية الجزائرية المستقلة، الأموال التي بقيت خشية أن تذهب إلى العصب المتصارع على السلطة وعلى الكرسي. قال لن أجد سبيلا لهذه الأموال إلا أن أدفعها للفلسطينيين، فدفعها للفلسطين، فدفع رأسه ودفع حياته ثمنا لفلسطين. وياسر عرفات ذكر ذلك في آخر شريط لنا على قناة الشروق نيوز. دفع كل الأموال من أجل تأسيس البداية الأولى للفرق العسكرية إلى إعلان الثورة في 1 سبتمبر 1969. أول شرارة انطلقت من حركة فتح الفصيل الأول المسلح هو اتفاق مع الأخ أبو عمار أيام الرئيس هواري بومدين، وطلب منه تكوين فصيل عسكري مقاتل، وتم تكوينه في الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال، تبعد حوالي 50 كيلو على العاصمة، وهي في الجزائر، وهي تعتبر الآن من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم. كانوا يتدربون، كان الأخ ياسر عرفات رحمه الله، كان أبو جهاد، كان أبو إياد، كانت المجموعة كنا نجتمع بهم هنا كمجاهدين ومجاهدات في الجزائر. كان جل الملائكة والذي كان ينظم هذه اللقاءات وهو مجاهد كبير في الجزائر. والرئيس بومدين يومها قال لأبو عمار اطلق الرصاصة الأولى تشتعل الثورة. وأعطت الجزائر ليس سر سلاح، وانطلقت الشرارة الأولى بقيادة حركة فتح. الجزائر كانت يعني حاضنة لهذه القضية، ولكن عمرها أبدا السياسة الجزائرية على مر 60 سنة أنها تدخلت في قرارات الإخوة الفلسطينيين أبدا. أما على صعيد الدعم الدبلوماسي فقد نجح وزير الخارجية حينذاك عبد العزيز بوتفليقة عندما تولى رئاسة الدورة 29 لجمعية الأمم المتحدة عام 74 في تمكين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى جانب الدعم الرسمي أدى رجال كثر من ضباط وأمنيين أدوارا مهمة في الخفاء وبعيدا عن الأضواء. نكشف في هذا الوثائقي عن أحد هؤلاء. يعد أحد صناديق الأسرار المهمة، نكشف عن بعضها ونتحفظ عن أخرى. هو الضابط محمد الطاهر، يفتخر بولادته في الأوراس، مهد الثورة الجزائرية وقلعة الثوار. فيها دارت أشرس المعارك مع المستعمر الفرنسي وكسرت شوكته. كان أحد القادة العسكريين في صفوف الثورة منذ الخمسينيات وسجن مرات عديدة. شغل مناصب رفيعة في السلك الأمني والعسكري. في بداية الثمانينيات كلف بالتنسيق مع الحركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. أول ما وصلت في ديسمبر 80 أعتقد إلى بيروت، اتصلت
تقريبا بكل القيادات الفلسطينية وقيادات الحركة الوطنية اللبنانية المساندة للمقاومة. فوجدت طبعا المقاتلين في حالة استنفار. فزرت السيد نايف حوتنا، قال لي أخ حاج محمد إننا ننتظر اعتداء صهيوني طالبين منكم السلاح لدفاع أنفسنا. ونزلت دمشق. في دمشق قابلت دكتور جواد الحبش رحمه الله. في اللقاء قال لي حاج محمد نحن طالبينكم سلاح. فاقترحت عليه أن نبعث معي أحد من القيادة الجبهة الشعبية. جاء معي ياسر قبعة عضو المكتب السياسي. فلما وصلنا الجزائر بلغت القيادة السياسية في مطالب المقاومة الفلسطينية، فأرسلت الجزائر 4 طائرات عسكرية، وأنا الذي رافقت السلاح لأوصل دمشق. واحتياطا من العدو الصهيوني ومن وراءه من يدعمه، طلعت الطائرات الجزائرية من الجزائر إلى ليبيا، جنوب ليبيا، مرنا على السودان، السعودية، من السعودية دخلنا على الصحراء السورية. وصلنا سلاح إلى دمشق واستلمه يبدأ على المنظمة، وكان مندوب المنظمة هناك اسمه غنيمة، له من فتح حركة فتح. دعانا الأخ ياسر عرفات، كانت المنظمة موجودة في بيروت في ذلك الوقت، دعانا في ضيافته 3 أيام، وكان المرافق لنا أبو إياد، وزورونا بعض القواعد الفدائية للفلسطينيين. رحنا النبطية، رحنا الرشيدية. التقيت في سهرة تلك الأيام ال3 مع مجموعة من الفدائيين، فيهم الجزائري وفيهم العراقي وفيهم اللبناني وفيهم المصري. يعني تحس أنه العرب كلهم يعني رأيهم أو احتضانهم القضية الفلسطينية واحد، يعني كشعوب. يبقى كنظم لا سؤال. في هذه الفترة تمكن الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح بيروت. كان الشرط الأساس لإنهاء الحصار خروج منظمة التحرير من لبنان، فتوجهت القيادة السياسية إلى تونس والمقاتلون إلى الجزائر. أعطتهم الجزائر في الحدود الشرقية مع تونس معسكر، كان معسكر الدفاع الجوي، وعندنا قريتين وذاتين أعطوهم العائلات المقاتلين، فسميت حتى الآن صبرا وشتيلة القريتين. أنت كنت تدرب المقاتلين؟ نعم، كنت موجود، وكنت مع أبو عمار لما راح دش المعسكر، كنت معاه. لعبت الجزائر دورا مهما في تقريب وجهات النظر وإرساء المصالحة بين القيادات الفلسطينية، كما رحبت بعقد المؤتمر الوطني الأول على أراضيها. كانت الدولة الأولى التي تعترف بفلسطين، ولم توقف الدعم عنها يوما مهما قست الظروف. الجزائر التي ساعدت من أجل عقد مؤتمر مصالحة فلسطينية. أي سنة؟ والله 83 84 أتذكر، قبل عقد القمة، قبل عقد المجلس الوطني الفلسطيني. ودعونا كل الفصائل الفلسطينية آنذاك، حتى أبو نضال جاء إلى هنا في زيارة سرية، وأجروا اللقاء مع أبو عمار حتى نطفي الفتنة بينهم ويتوجهون كلهم ضد الكيان الصهيوني. بعد مؤتمر الموصل. أنت الرجل الذي كنت مسؤولا عن تنظيم المؤتمر. أنا الذي كنت أتحرك في هذا الموضوع هذا، ومن بقي على قيد الحياة منهم يعطيك تفاصيل أكثر. يعني حضرتك على علاقة جيدة مع كل القيادات الفلسطينية؟ مع كل القيادات الفلسطينية، مع كل من يحمل السلاح ضد الكيان الصهيوني. باش تعقد منظمة التحرير الفلسطينية مجلسها الوطني الذي يتم فيه نقاش كل القضايا ذات العلاقة بقضية الشعب الفلسطيني. أول مجلس وطني في الجزائر
بعدما تم منع ورفض عقد هذا المجلس في كل البلدان العربية. أنا أعرف أسمائها ولكن لا جدوى من ذكرها. قلت له أخ أبو عمار ماذا تفعلون؟ لماذا لا تذهب إلى الرئيس السيد بن جديد وتطلب منه يعني يعطيك قرية في الأوراس، يعني فيها مجلس وطني، لما تعقد المؤتمر في الأوراس هذا يعطيه قيمة معنوية. الأوراس معروفة في الثورة الجزائرية، صدقني والله يسلم عليه من هنا. تفضل أبو عمار. وأمامي هذا التليفون طلب الرئيس، قال له سيادة الرئيس بدي طائرة، لدينا عندها طائرة رئاسية تحت صرف، فين ما يريدها تمشي له تنقله من بلد لبلد. قال لي أبو عمار رئيس الشرطة قال له لا، تعال جيب العدد اللي تريده، 1000 2000 3000 5000، وعندك قصر مؤتمرات أخذ فيه المجلس الوطني وما ندريش منك حتى ولا من لين، واللي ما عجبوش الحال يرحل من البلد. تم عقد المجلس الوطني الفلسطيني وتوحدت منظمة التحرير الفلسطينية في قراراتها السياسية وفي مواقفها. بعد مدة أراد منظمة التحرير أن تعيد عقد المجلس الوطني الفلسطيني الثاني. ففعلا هذا المؤتمر ينبثق عليه إعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ما هو شعورك حين أعلنت الدولة الفلسطينية في الجزائر وأنت كنت يعني من الرجالات القوية في تنظيم هذا المؤتمر؟ بكيت بكى كثير من الإخوة الجزائريين، ولكن كنت متوقع بعد سنتين ثلاثة نكون في القدس، ولكن للأسف وقع ما لم نكن نتوقعه.